وعليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مستر محمد عامل ايه؟ الحمد لله بخير. انا سمعت الفيديو بتاعك اللي هو شرح المسارات بتاعة البكالوريا والمواد، كل مسار بيدرس مواد ايه، بس لغاية دلوقتي مش عارف كل مسار ممكن يدخلنا كليات ايه، ممكن توضح لنا في طب الفيديو؟ اتفضل استريح وانا هشرح لك دلوقتي كل مسار دخلك كلية ايه. المرة اللي فاتت لما جينا اتكلمنا قلنا ان عندنا 4 مسارات في البكالوريا. اول مسار هو المسار الطبي وعلوم الحياة. تاني مسار هو مسار الهندسة وعلوم الحاسب. تالت مسار هو مسار الاعمال. رابع مسار هو الاداب والفنون، وضيفنا النهارده عايز يعرف كل مسار من دول بيدخلنا كلية ايه. ده اللي هنعرفه النهارده. اول مسار الطب وعلوم الحياة. طب انا دلوقتي يا مستر درست المواد بتاعت مسار الطب وعلوم الحياه، هدخل كليه ايه؟ قال لك متاح لحضرتك كليات كتير، زي مثلا كليه الطب، طب بشري، طب بيطري، كليات طب، كليه الاسنان، طب اسنان، كليات صيدله، كليه العلاج الطبيعي، كليه التمريض، كليه الطب البيطري قلناها، كليه العلوم، كليه الزراعه، كليه التربيه، كليه علوم الارض، كليه الاقتصاد المنزلي، كليه البنات اداب، كلية البنات تربية، دي أقسام للبنات، كلية الاقتصاد وعلوم السياسة، كلية الحقوق، كلية الإعلام، كلية الآثار، كلية السياحة والفنادق، كلية التربية النوعية بتوع ذوي الإعاقة، كلية الخدمة الاجتماعية، كلية دار العلوم، كلية علوم الرياضة، كلية الثروة السمكية والمصايد السمكية، كل دي كليات للطب. بس كده لا، عندنا كليات ياما. ومع العلم كل دي كليات حكومية مش خاصة، يعني بمجموعك تدخلها عادي. ايه تاني؟ كلية الفنون الجميلة، تربية طفولية، علوم ذوي الإعاقة، علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، تربية فنية، تربية موسيقية، تربية طفولة، التربية اللي هي التعليم الأساسي. ايه تاني؟ اقتصاد منزلي، البنات اقتصاد منزلي برضو، فنون تطبيقية، كل دي يا مستر، حتى علوم البترول، كل ديت كليات للطب اللي شعبت طب وهندسة، آسف، طب وعلوم الحياة. تاني حاجة مسار الهندسة وعلوم الحاسب، مسار الهندسة وعلوم الحاسب، اللي درس مواد الهندسة وعلوم الحاسب برضو ليه كليات كتير، برضو كليات حكومية زي ايه؟ الهندسة كلية تخطيط عمراني، حاسبات ومعلومات، فنون تطبيقية، فنون جميلة، علوم رياضة، تربية رياضة يبقى مدرس رياضة، زراعة اللي هي هندسة زراعية يطلع مهندس زراعي، تكنولوجيا التعليم الصناعي، برضو كلية الثروة السمكية، كلية الآداب، كلية اقتصاد وعلوم سياسية، وكلية العلوم، وكلية الحقوق، وكلية الإعلام، وكلية الآثار والسياحة والفنادق، والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية، كل دي برضو كليات لمسار الهندسة. وعندنا برضو الفنون الجميلة والتربية الطفولة وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة والتجارة والأعمال، كل دي كليات، وكلية تكنولوجيا الإدارة، أي حاجة خاصة بالهندسة وأي حاجة خاصة بالتكنولوجيا في مسار الهندسة. تالت مسار كان عندنا اللي هو مسار الأعمال. مسار الأعمال يدخلك كلية التجارة وكلية الأعمال والتنمية والتكنولوجيا وتكنولوجيا الإدارة، ما هو جاي من اسمه إدارة وأعمال، وكلية الآداب، كلية التربية، كلية البنات آداب باستثناء الجغرافيا وعلم النفس، بس ما تبقاش دارس جغرافيا ولا علم النفس. كلية اقتصاد وعلوم سياسية، كلية حقوق، كلية إعلام، كلية آثار، كل ديت جامعات ومعاهد من قسم مسار الأعمال. وإيه تاني؟ وسياحة وفنادق، وتربية نوعية، ودار العلوم، وعلوم الرياضة، وتربية فنية، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، كل دي برضو كليات من مسار الأعمال. تاني حاجة عندنا مسار الآداب والفنون، برضو اتدخلت كليات كتير جدا زي كلية آداب، كلية تربية، كلية ألسن، كلية اقتصاد وعلوم سياسية، كلية حقوق، كلية إعلام، كلية سياحة وفنادق، كلية آثار، كلية تربية نوعية، كلية دار العلوم، خدمة اجتماعية، علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، كلية تربية موسيقية، كلية تربية طفولة، كل دي كليات لمسار الآداب والفنون. مستر طب الكلام ده جميل أوي ومتاح لنا كليات كتير، طب اللي ما توفقش أو طلع بملحق أو طلع دور تاني يعمل إيه؟ حضرتك أنت قدامك الدور الأول اللي هو في شهر مايو بيبقى مجانا، سواء تانية ثانوي بكالوريا أو تالتة ثانوي بكالوريا. طب اللي ما توفقش ومحتاج دور تاني، الدولة أو الوزارة عاملة لك دور تاني، بس بيبقى برسوم، أيا كانت الرسوم عشان دي بتختلف مش هنقولها،
بس برسوم. الرسوم دي مش كبيرة، بس ليك فرصة ان انت تعوض تاني. وكمان انت عندك البكالوريا على سنتين، تانية ثانوي وتالتة ثانوي، فانت معاك فرصة ان انت تجيب مجموع في السنتين ينضافوا على بعض، فربنا يكرمك وتدخل الكلية اللي بتحلم بيها. تمام كده؟ شكرا. طب معلش يا مستر، قبل ما نقفل الفيديو، احنا طب انا حابب اخش ثانويه عامه، ايه المواد اللي هدرسها وايه الكليات المتاحه؟ طبعا موجودة عندنا المواد اللي هتدرسها والكليات اللي هتلاقيها. في الثانوية العامة عندنا 3 شعب. أول حاجة الشعبة الأدبية، وشعبة علم علوم، وشعبة علم رياضة. هعرفك إيه المواد اللي بتدرس في كل شعبة فيهم وإيه الكلية المتاحة ليك. أول حاجة عندنا الشعبة الأدبية، عندك 5 مواد بتدرسهم: لغة عربية، لغة أجنبية اللي هو الإنجليزي، يبقى عندك عربي وإنجليزي، جغرافيا، تاريخ، علم نفس. عندك 5 مواد بتدرسهم. طب إيه الكلية المتاحة ليك يا مستر في الشعب الأدبية؟ ما عندك تجارة، عندك أعمال، اقتصاد وعلوم سياسية، حقوق، آداب، ألسن، إعلام، آثار، سياحة وفنادق، تربية نوعية، تربية طفولة. كل دي كليات متاحة قدام حضرتك في الشعب الأدبية. نيجي للشعبة علم علوم، تدرسوا ايه؟ علم علوم بيدرسوا عربي، انجليزي، كيمياء، فيزياء، احياء. 5 مواد عند حضرتك بيدرسهم في شعبة علم علوم. طب ايه الكليات المتاحة؟ عندك طب، اسنان، صيدلة، علاج طبيعي، تمريض، طب بيطري، زراعة، علوم ارض، تجارة، اعمال، حقوق، آداب، ألسن، إعلام، آثار، سياحة وفنادق، تربية نوعية، تربية طفولة، ذوي الاحتياجات الخاصة. كل ديت كليات برضه متاحة. نيجي لشعبة علم رياضة، عند حضرتك برضه 5 مواد: عربي، إنجليزي، عربي، إنجليزي، كيمياء، فيزياء، رياضيات بفروعها كلها. دول ال5 مواد. طب إيه يا مستر الكليات المتاحة؟ عند حضرتك هندسة، تخطيط عمراني، حاسبات ومعلومات، فنون تطبيقية، علوم رياضة، تجارة، أعمال، سياسة واقتصاد، وبرضه ألسن وإعلام وآثار وآداب وأعمال. وكل ديت كليات متاحة ليك. طب يا مستر، انا دلوقتي داخل اولى ثانوي ومحتار اختار بكالوريا ولا اختار ثانويه عامه، فانا عايزك تقول لي رايك. لو انت عندك ابنك داخل اولى ثانوي هتدخله ايه، واشمعنى اخترت المسار ده او التخصص دوت؟ طيب اتفضل أنا يا لو مستر. عندي ابني داخل اولى ثانوي والسنه انا هقدم له بكالوريا. ليه يا مستر؟ ايه مميزات البكالوريا؟ حضرتك البكالوريا عندك 3 مواد بس في الصف الثالث الثانوي، واربع مواد في الصف الثاني الثانوي. فعند حضرتك بقيت الاسبوع فاضي. الاسبوع 7 ايام. لو انت في تانية ثانوي عندك 4 ايام بس، عندك 4 مواد بس، فعندك 3 ايام فاضيين. تقدر تذاكر براحتك، تقدر تشد حيلك. ولو انت في ثالثه ثانوي عندك 3 مواد بس، فعندك 4 ايام فاضيين تذاكر فيهم براحتك. وكمان انت عندك فرصه للتعويض. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا لو ما توفقتش في الدور الاول اقدر ادخل الامتحان تاني في الدور التاني برسوم وابدا احسن مجموعي. وكمان عند حضرتك 4 فرص تحسن فيهم. ازاي يا مستر؟ حضرتك عندك فرصتين في الصف الثاني الثانوي، وفرصتين في الصف الثالث الثانوي. وكمان انت عندك الشهادة مش متقسمة على سنة واحدة بس زي الثانوية العامة، هي سنة يا صابت يا خابت. لأ، دي هما سنتين: الصف الثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي. فحضرتك تقدر تحسن مجموعك لو ما جبتش مجموع عالي في تانية ثانوي، تزود مجموعك في تالتة ثانوي. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. سلام. شكرا يا مستر. العفو.